صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا منى ودي قناتي مطبخ اتعلمي واعملي بايدك. عجبتكم فيديوهاتي ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتعملوا شير. هنعمل النهارده البلوبيف، حاجه سهله بصوا في البيت وانضف بكتير ومكونات اسهل وارخص. يعني انتي لو جبتيه من بره العلبه بتخش لها في 70 جنيه و80 جنيه وحاجات كده غريبه. تمام. عندنا هنا ده نص كيلو لحمة. خلاص، هتجيبي عليه الدوج ده من عند من عند الجزار. تمام. عندك بصلة وتوم ورق لورا، ودول التوابل اللي هنحطها بس بعد ما ايه ما تستوي. وعندنا كمان معلقة ونص جيلاتين وكوباية مية. هنبدأ مع بعض ونشوف هنعمل ايه. خالص اول حاجة هتقطعي البصل وتحطيه في الخلاط مع التوم والمية. تمام. تقطعيه كده عادي يعني. ادي البصلة وادي الثوم. تمام. وهطحنهم في الخلاط وارجع لكم تاني. اهو ضربتهم في الخلاط، شايفين؟ هنزود شوية مية صغيرين، يعني دي كوباية المية دي، متحطيش اكتر من كده يعني. تمام. هنحط ورق اللورة، طبعا انتي تبقي عارفة حاطة كام ورقة عشان تشيليهم، وما تنسوش تغسلوهم قبل ما تحطوهم في الحلة يعني. عندنا معلقة خل، ليه؟ علشان ما يبقاش فيه زفارة او اي حاجة وتبقى الطعم حلو يعني. اهي معلقة صغيرة يعني مش كبيرة. هناخد بقى الدهن اللحمة، ادي الدهن اهو. اقطعه بس شوية عشان ايه يستوي بسرعة. مش مهم التقطيع لان بعد كده احنا هنطحنها يعني. وهنحط اللحمة ونقلب ده كله مع بعضه. طبعا انتي لو عايزة تحطي بنجر ممكن، يعني انتي لو حابة تحطي البنجر هنا ده الوقت ان انتي تحطيها فيه. شايفين المية مش كتير خالص. هنحطها على النار ونوطي عليها ويبقى النار هادية لغاية ما اللحمة معانا تستوي. لما تستوي ارجع لكم تاني. هنا اللحمة هي على النار واطية. هنغطيها ولما تستوي هنضربها مع بعض مع باقي التوابل ونشوف هنعمل بلوبيف الحلو ده ازاي. هنا اللحمة اهي استوت، شايفين المية قد ايه؟ حبة صغننة ازاي، مش كتير. تمام. هنشيل ورق اللورة عشان ملهوش لازمة، خلاص احنا خدنا اللي احنا عايزينه يعني. دايما ابقي عديهم علشان تعرفي انت حطيتي قد ايه. طيب الخليط ده بقى كده هنحط عليه التوابل. طبعا هنضربه، عندك كبة اضربي فيه، عندك خلاط اضربي فيه، المتاح عندك، او سمنة عادية عادي. خلاص ادي سمنة، وعندنا التوابل كزبرة ناشفة وبابريكا وكبابة صيني وملح. تمام. وادي معلقة فلفل اسود. هنقلب الموضوع ده كله كده مع بعضه وهنضربهم في الخلاط وهرجع لكم تاني. قبل ما نضربهم في الخلاط عندنا معلقة الجيلاتين هنحط عليها مية. نحط عليها زي ربع معلقة كوباية مية ونقلبه كويس هو شوية، وهتبصي تلاقيه ايه يعني شرب المية دي كلها
بس دوبيه كويس عشان ما يكونش فيه كلاكيع. وهنحطه على اللحمه دي وهنضرب ده كله بقى في الكبه في الخلاط اللي متوفر عندك. اهو شايفين. مبقاش فيه كلاكيع ولا حاجه وهو شارب الايه الميه. هضرب بقى كل ده في الخلاط وارجع لكم تاني ونشوف هنكمل. وادي خليط البلوبيف، انا ما بحبش اطحنه قوي. احنا لو انت عايزاه اللون ده عادي كده ماشي، لو عايزه لون احمر زي ما قلت لك بتحطي بنجر في السليق او بتحطي اللون الغذائي اللي هو ده. نقطه كده تقلبي ده كله مع بعضه. اللون ده بيفتحي اكتر شويه يعني لما بيتحط فين في التلاجة. كده هو جاهز معانا اهو، ما خدتيش فيه حاجه خالص وانتي ضامنه كل حاجه انتي حطاها فيها ومستوي تمام ما فيهوش اي حاجه. لو عايزه تعمليه مطحون اكتر ناعم اكتر من كده ممكن تقدري ان انتي تعمليه. طيب هنحطه بقى في ايه؟ طب احنا عندنا الاشكال دي كلها. بصوا ندهن بالزيت كده بس ما توسخيش نفسك. تمام. ادي قالب ودي التاني ودي التاني. القوالب اللي عندك، علب تلاجة اي حاجة اللي موجود عندك اعملي. دي بقى علبة البلوبيف اللي احنا بنشتريها من بره. شايفين برضو انا هحطها عشان اوريكم ان العلبة دي اقل كتير من اللي احنا عاملينه، وبتتباع ب60 جنيه و65، والله اعلم دلوقتي بقت بكام. انا خليتها بس عشان اوريكم ايه الحجم. تمام. وعندنا برضو القوالب دي تقدري برضو تحطي فيها. طب هنشوف الاول هياخد ايه. طب ادي عندنا كمان دول اهو، وهندهن دوت عشان بس يبقى سهل ان انت تطلعيه. وهنحط بقى ايه البلوبيف هنا هنظبطه. خبطيه كده عشان لو في هوا ولا حاجه يطلع. طيب هيجمد بقى وارجع لكم تاني. وادي البلوبيف اهو
شايفينه؟ رأيكم؟ هنقلبه بقى مع بعض ونقطعه ونشوف شكله عامل ازاي. هنجيب بقى ده، تعملي كده، هو طالما انت دهنه زيت هو بيتقلب لوحده اهو. شايفه اهو، وادي البرغيف بتاعنا. شايفين القمر زي العسل. رأيكم؟ شايفينه؟ طيب هنقلب كمان اللي هي العلبة بتاعة البولبيف اصلا اهي، نفس علبة البولبيف اهو، نفسها. شايفين؟ دي ب70 جنيه بره لوحدها. بصي انت عملتي قد ايه من نص كيلو اهو. وبتقطعي بقى شكل اللي بره بالظبط والله، بس انتي عامله حاجه نظيفه في البيت. تمام. وهنا برضو دول افتحيهم بس كده وهتتقلب معاكي سهل. ايه رايكم؟ وادي البلوبيف. لو اول مره تخشوا قناتي ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتعملوا شير. انا منى ودي قناتي مطبخ اتعلمي واعملي بايدك.